وللي ما يعرفش، قطعه الناشفيل بتبقى عباره عن قطعه ستريبس بتنزل في صوص زبده، بعدين تنزل في صوص سبايسي. واضح ان فاير ناش ما نزلهاش في صوص السبايسي، عكس سموكر برجر ودومز، في فرق واضح جدا بين الثلاثه. نبدا بفاري ناش وتعالوا نشوف شكلها من جوه عامل ازاي. شكلها نظيف والتتبيله واصله لجوه جدا، في دوشه جامده جدا. هي ستريبس عاديه جدا، ما فيهاش طعم الزبده ولا طعم السبايسي القوي قوي، هي ستريبس عاديه جدا متبله سبايسي لذيذ كده، فكويسه. تعالوا نجرب الكول سلو اللي بيجي معاه. الكول سلو حلو جدا، مش ناشف، فعجبني جدا. البطاطس بتاعتهم ما عليهاش لا توابل ولا ملح ولا اي حاجه. نجرب بقى سموكر برجر، وده ليفل 1 برضو زي ده، بس طبعا في فرق كبير بينهم، فتعالوا نشوف بقى الاختلاف. غرقانه زبده وصوص، حراقه جدا. ده ليفل 1 بس يا صديق. حراقه قوي، ايه ده؟ يعني ده كده وليفل 1، امال اللي بعد كده عامل ازاي؟ تعالوا نجرب.